المذاهب الدينية أصلها خلاف على السلطة، وليس خلاف على الشريعة أو على الدين نفسه. تصدق فكرة صح، منطقية حتى. فأي مذهب، سواء حتى كاثوليك أو بروتستانت وبتاع مارتن لوثر وبتاع، عمل المذهب ده ليه؟ ده خلاف على السلطة وخلاف على الكنيسة كل هوت. فأنا النهاردة ما جيش تقول لي انت عرفت دين ليه؟ انا عرفت دين، انا عرفت دين عشان ده هو اي اختلافات جوه الاديان هي مؤثره في السياسه. هو ربنا لما نزل لنا الاسلام نزله لنا بس عشان نعبده؟ لا، هو نزل لنا كتالوج ومنهج نعيش بيه. صح. انا ازاي اتكلم مع هواري حتى في الحرب؟ ادانا قواعد لكل ده انا حاجة قواعد لطريقة حياتنا. عامل الاسير ازاي، صح. اتكلم ازاي مع عدوي، احارب ازاي، ما اجيش جنب الطفل، ما اجيش جنب الست، ما اجيش جنب الشيخ. الدين هو السياسه، هو اللي بيعلمنا كل حاجه. في ناس يقول لك فصل الدين عن السياسه ودوله علمانيه. لا، ما هو يعني ايه؟ يعني ربنا لما بعت لنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عشان يتمم مكارم الاخلاق. مكارم الاخلاق اللي انا بتعلمها، بتعامل معاك في اليوم، بتعامل معاك كل يوم ازاي، بتكلم معاك ازاي. هي دي السياسه الاسلاميه. مش مش دخول التيارات للحكم لمجرد اه انهم تيارات متأسلمة. بالظبط. الثقافي، كانت حصلت لي حادثه في اوكرانيا. مراتي الاولانيه كنت ماشي معاها في الشارع، فجاه لقيت حد جه من ورايا بيضربوني، مجموعه بتضربني غير سبب كده. من غير سبب، مجرد ناس دخلت طلعت عليا ضربتني. عاوز اقول لك يعني اللي هو عملوا لي مطب صناعي هناك زي ما بيقولوا، طب ضرب ليه عملت بطريقه غير ايه؟ بشعه يعني. ايه ده، في ايه؟ لما بسال بعد كده هو وجبنا الشرطه وبتاع، قال لك ده مجموعه اسمها سكين هيدز. يعني بيبقوا حالقين شعرهم اقرع وبيلبسوا ماسكات كده. شفت فيلم بتاع عادل امام اللي هو المشبوه، كان لابس اه. ماسك، اول بيلبسوا ماسكات شبهها كده من صوف. وليه بقى بيعملوا دول عايشين يضربوا الناس؟ عنصريه. طب وانت عملت ايه؟ انت لا، انا متجوز واحده اجنبيه وانا واحد هم مصري. دارسينك مش بالصدفة يعني لا مش معديين بالصدفه، ضربوه؟ لا مش بالصدفه. هم عارفين انت مين ومصري متجوز اجنبية؟ اصل انا كنت في مدينه مش صغيره، مش كبيره يعني، حاجه زي مثلا نقول عليها مثلا في حجم الغردقه او شرم الشيخ. اه. فلا، تعالى بقى، راح ضربني. طب اضربوني ليه دولت؟ طب ما انا عملت لكم ايه؟ فقال لك لا ديت يعني دولت ما بيحبوش غير الاوكران يعرفوا بناتهم. طب يا سيدي انا متجوزها وانا مش بعمل حاجة غلط. مش بعمل حاجه غلط يعني ولا حاجه حرام، انا راجل اتجوزتها قانوني. قال لك لا، هم كده دول عنصريين. فابتديت افهم العنصريه ليه، وليه وفي ناس اصلا عنصريين. فابتديت دخلت اول حاجه كتاب قريته هناك عن واحد اسمه ستيبانا بانديرا. ستيبانا بانديرا دوت ممكن نقول علينا الشرقاوي اللي هو بتاع مصر، امم. اللي هو كان بيخش يهجم ياخد من الاغنياء ادم او الشرقاوي. ويدي ويدي الفقراء. الفقراء، روبن هود. آه. فهو نفس الفكر. فابتديت برضو، طب ما انا كمان من حق اعمل كده في مصر، تعمل ايه؟ اللي انا ادافع عن ولاد بلدي. امم. طب تعالوا بقى، احنا رحت عامل لهم، جبت المصريين نقعد وهنعمل ايه. رو- فلما نزلت مصر في انت 2011، كنت عايز تحمي المصريين اللي في اوكرانيا؟ لا عملت اه. لهم، عملت لهم عملنا رابطه رابطة هناك، كده رابطه هناك. عشان ما حدش يضربكم. ومحدش اصل الحوادث دي كتر كتير لدرجه ان هم دخلوا علينا في سكن الطلبه. انا كنت قاعد في سكن طلبه في الاول، دخلوا علينا رموا علينا قنابل دخان كانوا بيعملوها السكين هيدز دولت وضربونا جوه السكن. جوه سكن الطلبه. سكن والشرطة ما الطلبه، بتعملش حاجة؟ سكن الاجانب دولت كان فيه احنا ومجموعه من اخواتنا العرب والمغاربه والافارقه. دخلوا كسروا سكن الطلبه واحنا جواه. انت متخيل؟ احنا كاجانب في بلد غريبه، انت جوه السكن بتضرب. وبيضربوا عليك قنابل دخان وازاز وحاجه زي مولوتوف. طب وفي كميه الشرطة الرعب. ما كانتش بتوفر لكم حماية؟ ما كانتش تقدر توفر لنا حمايه، لان في الاول وفي الاخر هم، انا بشوف كده لو يعني ايه، ومولاد بلدهم يعني. اولاد بلدهم، مم. وانت بالنسبه لهم اجنبي. فخلاص يعني ايه الموضوع. ملمومة. حصل حوادث كتير قوي، في مصريين اتضربوا بسكاكين واتطعنوا وفي مغاربه. الدرجة دي؟ اه للدرجه دي. وفي ناس هناك ماتت،
اذكر واحد تونسي مات هناك، وبعدين لدرجه ان البنات عندنا ابتدوا يقلعوا الحجاب من العنصريه. تبقى البنت ماشيه رايحه مثلا خلصت المحاضره بتاعتها، كان معظم هناك بيروحوا يدرسوا طب، مم. واحده هتبقى دكتوره يعني قمه في الادب والاحترام والتعليم، ماشيه مجرد هي ست محجبه، يشدوها من الحجاب على الارض. في اوكرانيا. اوكرانيا. فابتدينا نقعد مع بعض كعرب وكمصريين وبتاع، لا احنا ما ننزلش، ما حدش ينزل لوحده او اتنين ينزلوا لوحدهم، ننزل مجموعات، مم. عشان تعرفوا تحموا بعض. نحمي بعض. كان في عندنا عنصريه. لما نزلت مصر في 2011 ما بعد احمد، ثوره 2011. هو ايه اللي كان جبرك على كل ده يا حبيبي؟ بتيجي تقعد هنا مع ابوك في المصنع ولا في المحل، وتاخد فلوس زي الفل، وراكب عربيه عاليه، ودنيتك حلوه، وايه اللي جبرك على كده؟ انا كنت اتضايق جدا ان الناس يقول لك ده ابن الحاج مجدي، ابن الحاج مجدي راح، ابن الحاج مجدي جه، اصل ده ابن الحاج. الكلمه دي بتضايقني قوي قوي. ليه؟ انا مين؟ ابن انا الحاج. اسوأ ايه؟ ابن الحاج. ودي اوحش حاجه. طبعا انا فخور اللي هو ابويا وجزمته فوق طبعا. راسي واللي هو بس نفسك عمله لي، تحقق حاجه بس عشان انا نفسي تفرحوا اكون بيك. ده فلان مش ابن فلان. فاهم قصدي؟ انا اسوأ ايه في سوق الرجاله؟ لما تقعد كده النهارده الهواري يقعد هو وايا كان من اصدقائه وبيقيم الراجل ده، هتقيمني عشان ابويا ولا عشان نفسي؟ عشان المفروض نفسي. عشان نفسك طبعا. فلازم اكون حاجه عشان احس ان انا راجل ليا قيمه، مش مجرد ان انا راجل شايف ابوه محفظه بيصرف منها وانا ابن فلان. لا انا مش ابن فلان، انا ابن فلان شرفا، لان راجل بتشرف بيه، وراجل ده تاريخي وقيم. طلعك راجل تعرف بس تكمل وراه. بس لما اقعد مع حد اقول له انا فلان وانا عملت وانا سويت وانا اتعلمت وانا درست وانا بنيت نفسي بنفسي، هو ساعدني وخدت من فلوسه، ساعدني وخدت من فلوسه، لكن انا ما خدتش وضيعت، انا خدت وكبرت.